أهلا برج السرطان. هناخد قراءة منفصلين من 21/6 ل 30/6. هناخد الشريك المبتعد أو الحبيب المبتعد. هناخد قراءة طاقة السرطان وطاقة الشريك وتفاصيل عن الانفصال والعلاقة الفترة اللي جاية. ما تنساش يا سرطان تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. اهلا برج السرطان معانا، البرج المائي الصديق، البرج الحنين، البرج المحترم الراقي. ناخد طاقة السرطان. في انتظار يا سرطان، بتنتظر حاجة، تنتظر مادة، فلوس، بتنتظر عمل. كنت شغال الفترة اللي فاتت على حاجة وبتنتظرها يا سرطان. في انتظار مصالحة، في انتظار مشروع، في انتظار حاجة. انت في طاقة انتظار الفترة دي يا سرطان. بتنتظر شيء انت عايز تعرف اخباره او تعرف عنه حاجة او تاخد منه عائد، ايا كان، علاقة او شريك، او بتنتظر شريكك، بتنتظر رجوع. في طاقة انتظار لبرج السرطان. شريك السرطان المنفصل، طاقة العلاقة، اوكي. سرطان، شريكك حد برج مائي زيك. شريكك تحس ان هو يعني انسان برضو بيحب الحب انسان عايزه اقول ان هو حساس يعني. مش شريكك حد يعني عارف اللي هو حساس، صغير في السن مش كبير يعني، او في مرحله مش مسؤول شويه، شخص غير مسؤول شويه. علاقتك يا سرطان كانت علاقة تبادل، عارف اللي هو ممكن كانت تبادل منفعة، تبادل حاجة، كنت بتتبادل حاجة مع شريكك يعني. كانت علاقتكم وصلت انها تبقى ظاهرة قوي، عارفين انتوا عايزين ايه من بعض، شايفين انتوا عايزين ايه، حابين بعض. في تواصل ما بينكم انتوا الاتنين، بقيتوا فاهمين بعض قوي. حساها كمان كانت علاقة طرف ثالث يعني السرطان مرتبط وده الطرف الثالث، يعني في طاقة عندي طرف ثالث كمان. فكانت يعني شايفة شريك السرطان في عنده أطراف يعني تالتة. حساه محترف، حساه كده بيحب التجمعات، يحب الحب والمشاعر والناس اللي بتدور عليه واللي بتسأل عليه يحب كمان الإعجاب والحب ويفضل متشاف طول الوقت. يعني ده من الناس اللي عايزة تفضل متشافة طول الوقت. طيب أوكي. انت في الوقت ده يا سرطان مش بتفكر خالص بمشاعرك، انت بتفكر بعقلك، بتفكر بعقلك بس. وكمان واخد قرارات قوية جدا ان انت ما تفكرش بمشاعرك في العلاقة دي. مقرر انك ما تفكرش بمشاعرك في العلاقة دي، انت هتفكر بعقلك بس.
وواخد وبتفكر باتجاهين، يعني باتجاه عقلك بس، مش بتفكر بقلبك خالص في العلاقة دي دلوقتي. العلاقة بالنسبة لك في المستقبل بتاعها غامض، انت مش شايف فيها خالص تواصل. انت حاسس انها فيها صراعات ما بينك وما بين نفسك. هو انا ممكن ارجع تاني؟ لا مش ممكن ارجع. بتكلم نفسك طول الوقت. هو انا ممكن ارجع تاني؟ ممكن يكون الشخص ده في حياتي تاني بعد الانفصال، وانا ممكن اكون معاه تاني او الاقيه تاني في حياتي. في صراع داخلي في عقلك يا سرطان، ومشاعرك غير مفهومة خالص تجاه العلاقة دي. بتدور على نفسك، بتشوف انت ليه مش فاهم مشاعرك. انت مش فاهم، انت غامض مع نفسك دلوقتي، انت نفسك مش فاهمها، انت قافل عليها. مشاعر الشريك المنفصل او حبيبك المبتعد حاسس بخذلان وان العلاقة فشلت، وحاسس ان هو مفيش امل منك. يعني ممكن يكون زهق منك، ممكن يكون حاسس ان هو العلاقة ابتدت تخسر ما بينكم. حاسس كمان ان انتوا كنتوا كويسين مع بعض، كان في بينكم سعادة، او عنده امل ان ترجعوا تاني لبعض، وبيحبك، وحاسس ان هو الشخص المغري ليك، الشخص اللي كنت انت بتحبه وكان مغري ليك، كان الشخص القوي في حياتك. بالرغم ده واثق برضو من نفسه، يعني هو حاسس ان العلاقة فشلت، لكنه حاسس ان هو واثق من نفسه، وواثق ان انت ممكن ترجع له تاني يا سرطان. طيب مشاعر السرطان ايه تجاه حبيبه المبتعد او العلاقة المنفصلة؟ مشي وسابها وغادر هذه العلاقة تماما. حاسس السرطان ان هو بيهتم بشغله او بحياته او بحياة تانية ليه بعيدا عن هذه العلاقة تماما. حاسس كمان السرطان ان هو يعني هو ممكن يكون حاسس بحنين للعلاقة دي تاني، يعني هو عايز، بس في الفترة دي مبتعد تماما. حاسس كمان ان هو ان هي كانت جزء منه العلاقة دي، وكان شريكه ده كان حبيبه، يعني كان حبيبه وكان بيحبه، لكن هو في الفترة دي بيختار البعد تماما للسرطان. طيب هناخد توضيح اكتر للعلاقة وللشريك اكتر واكتر. هو في الفترة دي شريكك يا سرطان زعلان جدا منك، وعارف ان هو انت خذلته، انت وجعته. عارف اللي هو بعد عنك وعاند معاك، ومش زي اللي بيقول لك انا مش هقرب منك، انا مش هجي لك تاني. انا واثق جدا من نفسي، واثق ان انا كنت مهم ومميز عندك، واثق ان انت هتلف وترجع لي، ومهما ابعد عنك او اختفي عنك انت برضو لسه بتحبني، ولسه لسه عاوز تكون معايا. احساسك بيه انت اكتشفت فيه حاجة خليتك تبعد عنه يا سرطان. في حاجة اكتشفتها في صديقك، قصدي في شريكك المبتعد او حبيبك. اكتشفت حاجة وجعتك قوي، اكتشفت حاجة صدمتك قوي، اكتشفت شخصية غريبة، اكتشفت خيانة، اكتشفت منه حاجة قتلتك جدا، وجعتك جدا، خليتك تبطل تفكر فيه. انت اصلا يعني الفترة دي بتقاوم نفسك انك تفكر فيه، انت بتحاول تقاوم نفسك طول الوقت ان انت تفكر فيه. هو وجعك، هو صدمك، هو خانك، هو حاجة حصلت ما بينك وما بينه خليتك تكتشفه على حقيقته
وتفكر تسيبه وتبعد عنه وترحل عن العلاقة دي تماما، لكن انت بتقاوم نفسك في التفكير فيه يا سرطان، ولسه برضو بتفكر فيه، ولسه بتفتكر الايام اللي كانت ما بينكم، ولسه عايش على حاجات ما بينكم انتوا الاتنين يا سرطان. طيب هل هو شايفك ايه دلوقتي؟ هو شايفك ايه يا سرطان دلوقتي شريكك؟ حاسه ان فيها طرف ثالث العلاقه دي، ممكن تكون زوجه او الشريك نفسه زوجه تانية، حاسه، او زوج تاني او حاجه تانية، يعني هي حس فيها اطراف ثلاثيه. هو شايفك ايه يا سرطان دلوقتي؟ عندك افكار جديده ومتحمس جدا لحياتك، وعندك نجاحات في حياتك. شايفك متألق واخد بالك من نفسك ومنتظر حاجه كبيره جدا هتغير حياتك. شايفك كمان واثق من حالك، وابتديت تتطور يا سرطان، وابتديت اصلا تستغنى عنه. انت بتعند معايا يا سرطان، انت حاسه ان انت بتعند معايا، انت بتظهر نفسك وقوتك وبتقول له انا نسيتك وانت ما تهمنيش، وهو كمان بيقول لك انت مهما تنساني او مهما تبعد عني انا ما تنسيش، وانا لسه في قلبك وفي بالك برضو. وهو مغرور، هو شخص مغرور جدا. شايفاه برج ناري، عندي برج ناري وعندي برج مائي زيك يا سرطان، و ايه تاني، وعندي ترابي. طيب شايف نفسه ايه في الفترة دي؟ واو، مغرور جدا، ويا خبر، واخد في نفسه حتة قلم. يعني شريكك، مش انا اسفة يا جماعة بقول كده، بس هو شريكك ايه يعني؟ الايجو عنده عالي جدا، اهتمامه بنفسه زايد جدا. يعني بيقولك انا ما تنسيش، انا ما حدش يبعد عني، انا مغرور جدا، مغرور. يعني عايزه اقول ايه، بيقولك انا كنت اجمل حاجه في حياتك، وانت اللي بعدتني عنك، انت اللي هتندم على عدم وجودي في حياتك. آه لا، شريكك عارف اللي هو، عندي برج الحمل، عندي برج الحمل. فشريكك بيقولك يا سرطان انا ما تنسيش، انت هتندم جدا على بعدك عني. وانت كمان بتقول له انا اصلا نسيتك ومش بفكر فيك، بس ده كله مش حقيقي، انتوا بتظهروا لبعض حاجات لكن من جوه مش كده خالص. من جوه انت بتفكر فيه، وهو بيقول انا اللي بعدت عنه، انا اللي خليته يبعد عني، وانا السبب في بعده عني، من جوه قلوبكم. طب هناخد رسالة من قلبه، من قلب شريكك ليك يا سرطان. يا ترى شريكك ايه اللي جوه قلبه مخبيه عليك، وايه اللي مش قادر يقوله لك او بيخبيه عنك، ومش عارف يقوله لك، او مكسوف يقوله لك، او كبرياء ومنعه انه يقوله لك يا سرطان. من جوه اعماق قلبه رسالة من قلب حبيب السرطان المبتعد. بيقولك اتمنى ان تسامحني يوما ما. هو حاسس ان هو كان السبب في بعدك عنه يا سرطان، هو حاسس انه كان سبب كبير جدا في بعدك عنه يا سرطان. بيقولك ان الوقت اللي كان بينا ما كانش مناسب كفايه ان احنا نفهم بعض، وما فهمناش بعض. احنا كنا مع بعض في العلاقه دي، كنا طايشين، كنا مش فاهمين بعض، كنا مش عارفين نتعامل مع بعض. جايز نكون لسه كانت العلاقه ابتدت بينا واحنا لسه مش في نضوج كفايه، او ان احنا يعني عارف اللي هو عايز يقولك ان ممكن نكون احنا مخنا كان صغير شوية واحنا مع بعض. لكن انا اتمنى ان انت تسامحني على تصرفاتي وعلى اللي عملته معاك.
وان التوقيت ما كانش مناسب كفاية ان احنا نفهم بعض كتير. ده من جوه قلبه يعني بيلوم نفسه على انه بعدك عنه يا سرطان، لكن ده من قلبه. لكن في الظاهر بيبين لك الغرور، بيبين لك الايجو العالي، بيبين لك ان هو قوي جدا ومش همه من اللي حصل، وده مش حقيقي. طيب اوكي، يا ترى بعد السرطان، هناخد اجابة من التارو او سؤال من التارو. يا ترى بعد السرطان واختياره انه يبعد عن هذه العلاقة كان صح ولا غلط؟ كان صح. ويا ترى السرطان ماشي في طريق صح، في طريقه الصحيح ام لا؟ رسالة وإجابة من التارو للسرطان. السرطان، بعدك عن العلاقة دي في الوقت ده كان مناسب جدا، وكان فعلا شيء قدري. ليه؟ لأن أنت المشاكل اللي حصلت ما بينك وبين شريكك كانت بتقول إن أنت غير متناغم مع هذا الشريك. انتوا الاتنين كان في بينكم خلافات دايمة، وكان في بينكم كبر، وكان هو مش شبهك. كنت محتاج تتناغم اكتر في العلاقة دي، او مش هو الشريك المناسب ليك. فحاسة ان الموقف ده حصل علشان انت تلاقي نفسك تاني يا سرطان، وتبعد عن اي تشتيت حصل لك من الشريك ده، وتحس ان في توافق ما بينك وما بين ذاتك. كانت دي رسالة ليك، ان انت هل انت ماشي في طريقك الصح، واختيارك انك تبعد عن العلاقة دي صح؟ فعلا صح، علشان ترجع لذاتك تاني وتتناغم مع ذاتك تاني، ومحدش يستنفذك او يضايقك او يكون غير متوافق ليك. تكون يا رب تكون القراءة عجبتك يا سرطان، وأكون جاوبت لك على أسئلتك وأجوبتك. ما تنساش يا سرطان تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قراءاتي، وأتمنى تكون الفيديو عجبك.